يثير النظام العسكري الجزائري جدلا جديدا بمواقفه الداعمة للأنظمة القمعية، وفي مقدمتها نظام بشار الأسد في سوريا. فقد أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشكل صريح عن رفض النظام الجزائري الاعتراف بالسلطة الانتقالية في سوريا بعد فرار الأسد إلى روسيا. هذا الموقف يعكس انحياز الجزائر الواضح للنظام السوري المستبد على حساب تطلعات الشعب السوري الذي دفع أثمانا باهظة في سبيل الحرية والتخلص من حكم عائلة الأسد المستمر لعقود. التناقض بين شعارات النظام الجزائري المزعومة بدعم الحركات التحررية وممارساته الفعلية يتضح بشكل صارخ من خلال دعمه لبشار الأسد ونظامه القمعي. فبدلا من الوقوف مع الشعب السوري الذي عانى ويلات القهر والدمار، يواصل النظام الجزائري دعمه للديكتاتورية، مما يبرز ازدواجية واضحة في سياساته. ولا يقتصر الدعم الجزائري لنظام الأسد على المستوى السياسي، بل يتجاوزه إلى استضافة شخصيات بارزة متورطة في جرائم ضد الشعب السوري. هذه السياسات تعكس انحيازا فاضحا للأنظمة القمعية وتجاهلا لمعاناة الشعوب، حيث يختار النظام الجزائري الوقوف إلى جانب الظالم على حساب الضحية. وبينما يناضل الشعب السوري لبناء مستقبل قائم على العدالة والحرية، ليثبت النظام الجزائري مرة أخرى أنه منحاز إلى رموز الاستبداد. إن هذا الموقف لا يعكس فقط دعمه لنظام الأسد، بل يظهر مدى تجاهل النظام الجزائري لحقوق الإنسان وازدراءه تطلعات الشعوب نحو الديمقراطية. وفي الوقت الذي يتطلع فيه الشعب السوري إلى بناء وطن جديد ينعم فيه بالكرامة والعدالة، يكرس النظام الجزائري دعمه للديكتاتورية، مؤكدا انحيازه الكامل للأنظمة القمعية. إن التاريخ لن يرحم هذه المواقف التي تدعم الاستبداد على حساب الشعوب، وسيظل الشعب السوري رمزا للصمود والنضال من أجل الحرية، مهما تعاظمت محاولات الأنظمة القمعية لعرقلة مسيرته.